السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوائك في رمضان. أكثر دواء يأتينا عليه تساؤلات هو علاج الغدة الدرقية. أفضل وقت لعلاج الغدة الدرقية أن تكون المعدة فارغة، إما أنك تأخذه مع الفطور، بعد ما تاكل تمرة تاخذ دواء الغدة، بعدين تصلي المغرب، بعدين ترجع وتتعشى. أو الطريقة الأفضل أنك قبيل السحور بنصف ساعة إلى 40 دقيقة، وتكون قبلها 3 ساعات إلى 4 ساعات ما أكلت. في دواء اسمه حبوب التنحيف اللي يسمونه ريبولسز، يسمونه حبوب التنحيف. نفس الأسلوب اللي يستخدم مع دواء الغدة الدرقية يستخدم مع حبوب التخسيس هذه، بحيث انك تاخذها يا مع الفطور مع شربة موية، بعدين تصلي، بعدين ترجع تاكل، او انك قبل السحور بنص ساعة الى 40 دقيقة، وتكون 4 ساعات ما اكلت حاجة. أدوية الضغط يفضل انها تؤخذ بعد صلاة التراويح لانها تسبب دوار، فقد تعيقك اثناء ادائك صلاة التراويح. الأدوية التي تحتوي على مدرات للبول يفضل أنها تؤخذ قبل الساعة 12 منتصف الليل عشان ما تسبب لك جفاف في نهار رمضان. بالنسبة لأدوية السكري، في الغالب احنا نقلل أدوية السكري ب30% أثناء رمضان. إذا كنت تأخذ منظم 3 مرات في اليوم يكتفى بمرتين باليوم. إذا كنت تأخذ منظم مرتين باليوم نفس الموعد، خذها في الفطور واحدة وفي السحور واحدة. فيه حبوب يسمونها حبوب السكر اللي هي الدايمايكرون، الدايوبتيموم، الجليكلازايد، الجليبينكلامايد، الدوانيل، الدياتاب، الأماريل، الجليم، كل هذه تخفض السكر. يستحسن أنها تؤخذ مع الفطور وتجنبها بعد السحور لأنها تخفض السكر. بالنسبة اللي يستخدمون أبر، إذا كنت تستخدم 3 مرات اكتفي بمرتين في اليوم، وقلل جرعة السحور ب30%. إذا كنت تأخذ 10 وحدات استخدم 7 وحدات. بالنسبة لأدوية الكوليسترول، إذا كنت من النوع اللي ينام الليل، أفضل عمل لأدوية الكوليسترول وأنت نايم. إذا كنت تنام الليل تأخذها قبل النوم. إذا كنت تنام بعد الفجر خذها بعد السحور. بالنسبة للمضادات الحيوية، إذا كانت تأخذ مرة واحدة في اليوم هذه ما فيها مشكلة. إذا كانت تستخدم مرتين باليوم يعني كل 12 ساعة يفضل أنها مع الفطور واحدة ومع أذان الفجر